في خطوة تهدف إلى كسر الأسعار وتهدئة الأسواق. وصلت أولى شحنات الكباش الرومانية إلى الجزائر. فهل هي البديل المنتظر؟ وما مدى إقبال المواطنين عليها؟ رست سفن محملة بالماشية قادمة من رومانيا على موانئ الجزائر ضمن صفقة استيراد ضخمة أشرفت عليها السلطات بهدف ضمان وفرة الأضاحي قبيل عيد الأضحى. رومانيا تعد من أكبر مصدري الماشية في أوروبا، وتتميز سلالاتها بسرعة التسمين وحجم كبير وجودة لحوم عالية. وقد لجأت الجزائر إلى هذا الخيار لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار في السوق المحلي. الأسعار الأولية تشير إلى أن الكباش الرومانية ستكون في متناول عدد واسع من المواطنين، مع أسعار تبدأ من 5 ملايين سنتيم حسب الوزن. مقارنة بالأسعار الحالية للكباش المحلية، قد تكون هذه خطوة مهمة نحو التوازن. الآراء على مواقع التواصل كانت منقسمة. البعض عبر عن ارتياحه للخطوة، بينما تمسك آخرون بكبش العيد المحلي الذي يرون أنه لا يعوض. سواء اخترت الكبش البلدي أو المستورد، يبقى الهدف واحد: عيد مبارك وفرحة لا تنقصها البركة. فهل سنشهد هذا العام أضاحي في متناول الجميع؟